أكبر ملوك الأرض قتلته أصغر المخلوقات. الحكام على مر التاريخ أكيد سمعت عن الصالح والفاسد فيهم، والقوي والضعيف، والرحيم والمتجبر، والنمرود أكتر الملوك تجبر وظلم. وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. فضل النمرود رمز للملعنة بتاعة البشر من آلاف السنين، وكمان أكبر الحكم بتاعة ربنا كانت فيه. النمرود بيقال إنه من نسل أبناء سيدنا نوح، واتفقوا أغلب العلماء إنه ابن حام ابن سيدنا نوح، وطبعا ده كان في الوقت ما بعد الطوفان اللي غرق الكرة الأرضية كلها، واللي نعرفه من قصة سيدنا نوح عليه السلام ب1200 سنة تقريبا، وتحديدا في بابل اللي نعرفها النهاردة بدولة العراق. النمرود كان قوي جدا جدا جدا، وعسكري شاطر خالص، لدرجة انه حكم الارض كلها تقريبا بجيوشه وبسبب قوتها، ويوم ورا يوم مملكته بتوسع لحد ما حس ان هو اله ولازم شعبه يعبده، وبالفعل كان بيجبر شعبه على عبادته. وكانت عقوبة النمرود للي يخالف اوامره هي الحرق، وتجبر لحد ما تحدى ربنا، استغفر الله العظيم، وقرر يبني برج بابل العملاق، وده كان من أعظم المباني ارتفاعا لأن ارتفاعه 91 متر، وخصوصا بالنسبة لعصور زي دي. وراح طلع على قمة البرج ده وابتدى يرمي أسهم في اتجاه السماء على اعتباره انه كده بيقتل ربنا، أعوذ بالله، ويرجع سهم من اللي رماهم في دم، لأنه بالصدفة كان قتل طير، ولكن النمرود كان فاكر انه قتل ربنا، أعوذ بالله. وبسبب ده حل عن النمرود لعنة من ربنا عليه وعلى شعبه بالكامل. ومن كتر اللي كان بيحصل من الفزع ما بين الناس، ألسنتهم اتعوجت، بقى كل واحد فيهم بيتكلم لغة تانية غير التاني، لدرجة انهم كانوا بيتكلموا 73 لغة، ودي رواية معينة كانت موجودة في بعض كتب التاريخ. وبعد وقت والنمرود مكمل في ظلمه وجبروته، يحلم فيهم حلم غريب، وهو ان في كوكب اختفى بسبب ضوء الشمس والقمر، ويستعين بالكهنة والمفسرين علشان يقولوا له ان تفسير الرؤية دي ان في طفل هيتولد هيزول ملكك بسببه، فيقرر يقتل كل ولد يتولد في السنة دي، وكمان يبعد الأزواج عن بعض علشان يضمن إن مفيش حد هيخلف أصلا. ولكن حكمة ربنا كانت فوق كل شيء، لأن في الوقت ده اتولد سيدنا إبراهيم عليه السلام، وأمه من خوفها عليه خبته في مكان بعيد شوية لحد ما يكبر. وبالفعل كبر أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام ويتأمل في الكون، ويدرك إن الكون ده أكيد ليه خالق ويبقى نبي، ويروح يدعي قومه إنهم يبطلوا عبادة الأصنام ويعبدوا ربنا الواحد الأحد، ومحدش فيهم يسمع ليه. يقوم سيدنا إبراهيم يكسر التماثيل، ويحط العصاية اللي كسر بيها التماثيل على كتف واحد من التماثيل اللي كانت موجودة، ويقول إن التمثال ده هو اللي كسرها. فيروح النمرود يؤمر بحرق سيدنا إبراهيم عليه السلام، وبالفعل الناس يتجمعوا وتتعمل نار كبيرة علشان يتحرق فيها سيدنا إبراهيم، ولكن ربنا عز وجل يؤمر النار إنها تكون بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم، ويخرج من بين النار سليم. فيستغرب النمرود ويقرر يواجه نبي الله سيدنا إبراهيم عليه السلام، فيقول له هو ربك بيعمل ايه؟ فيرد سيدنا إبراهيم ويقول له ان ربي يحيي ويميت. فيقوم يجيب 2 مساجين، يسيب واحد فيهم يعيش ويقرر يقتل التاني على اعتبار انه بيعمل زي ربنا عز وجل، أعوذ بالله. فيقول له ها ربك بيعمل ايه كمان؟ فيرد سيدنا إبراهيم عليه ويقول له ان ربي بيطلع الشمس من المشرق فطلعها انت من المغرب. وطبعا هنا كان صمت بس، والحد ده كله ربنا اداله اكتر من فرصة، فجاله ملك من السماء يدعيه انه يعبد ربنا فرفض، ويجيله التاني ويرفض، والتالت برضه يرفض، ويقرر يعلن الحرب على ربنا، أعوذ بالله، ويجهز جيوشه. بس العزيز المقتدر يبعت له هو وجيشه الكبير ده أصغر المخلوقات وهي البعوضة، فيهجم عليه وعلى جيوشه لدرجة إنه ياكل أجسام جنوده، وتدخل واحدة من البعوض ده من مناخير النمرود. وهنا كانت أعظم قصص لقضاء الله. تبدأ البعوضة دي
تزن في دماغه وما تموتش، وتعمل الصداع اللي مش بيروح غير بضرب الشباشب على دماغه. متخيل يخلي الخدم بتوعه يضربوه على دماغه 400 سنة؟ لأن النمرود لحد حادثة المعركة مع البعوض كان عاش 400 سنة، فكان قضاء الله إنه يعيش 400 سنة كمان يتعذب بس من بعوضة. وفضل النمرود يتضرب بالشباشب على دماغه علشان بس يتخلص من الألم اللي في راسه بسبب البعوضة لحد ما يموت بالشكل المهين ده. وبكده فضلت قصة النمرود مثال لكل شخص متجبر، وصفة بيتوصف بيها أي بني آدم ظالم بإنه نمرود، وقصة بتقول إن الكل ظالم نهاية بحجم ظلمه. فتأكد إنك ما تكونش من نمارد البشر، وتأكد إنك تشاركني رأيك لو كنت على الفيسبوك، تتأكد إنك عامل لايك وشير، ولو كنت على اليوتيوب تتأكد إنك عامل سبسكرايب. أنا مريم رجب، كنت معاكم في ما وراء الحاجات.